يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. هنجيب الأول الحاجات التقيلة علينا دي أول الشهر. الحاجات دي احنا عارفين ان هي غالية، بس ممكن تقعد معانا من شهر ونص لشهرين ويمكن أكتر كمان. المهم نجيب الحاجات دي ونخزنها علشان تنفع معانا، وبعد كده نشوف كل اللي ورانا ونقدر نشتري ايه. بس طبعا لازم ندبر الأكل، احنا قدها وقدود. أنا حطيت هنا مع المسحوق علشان برضو ان هو يوفر معي او في نفس الوقت يدينا النظافة. حطيت معاه الكلور اللي هو بتاع الالوان، حطيته عليه في نفس العلبة. طبعا انت دبري امورك زي ما انت عايزة، بس انا علشان معايا العبوة دي حطيته فيها. احنا قدها وقدود وهنقدر نعدي كل ده ان شاء الله كده، والشهر معدي معانا وما يكونش فيه تأثير من ناحيتنا خالص. وطبعا اللقمة هندبر امورنا لحد بس نص الشهر كده او حتى 10 ايام منه، هنقدر نعمل كل حاجة. اللي احنا بنعمله ده كله عيالنا هيعملوه هما كمان. هي دايرة كلنا بنلف فيها، فلما تعملي حاجة اعمليها وانتي مرتاحة، لان لازم تثقي ان هما مش هيعملوا معاكي حاجة دلوقتي. بس هي اهالينا عملوها معانا زمان واحنا بنعملها دلوقتي، وعيالنا بكرة يكبروا ويعملوا كل حاجة اللي احنا بنعملها دلوقتي. هيدبروا امورهم ويساعدوا نفسهم ويساعدوا حياتهم. وطبعا مش هنستنى منهم ان هما يعملوا لنا حاجة، لان احنا كمان مش قادرين نعمل اي حاجة. ادينا عمالين نلف في الدايرة كلنا، وبالظبط كده بنقدر فعلا ندبر امورنا ونعلمهم ازاي ان هم يدبروا امورهم فعلا. الحاجات اللي قدامهم دي ونحس ان احنا بنعملها كده وبنعدي اليوم بتاعنا، لا ده هم بيتعلموا منها كمان ان هم يدبروا امورهم. وطبعا مش في الحاجات بتاعت البيت وبس، في كل حاجة حواليهم، اذا كان بقى في دراستهم ولا في شغلهم ولا حتى في اللبس اللي هم بيختاروه. لازم يعملوا كل حاجة بيقين كده، وكل حاجة يعملوها ويكون قلبهم علينا. فاحنا لما نعمل الحاجات دي وندبر امورنا، هم كمان هيبقوا حنينين وهيعرفوا يدبروا امورهم، وكمان مش هيتقلوا علينا في اي حاجة. ويا رب دايما يجعل كل ايامهم فيها خير. فحاولي ان انت تعملي الحاجات دي وتنبهيهم ان انت بتعمليها علشان نقدر نعدي، واحنا طبعا نقدر نعمل كل حاجة. ويا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة.